أهلاً بيكم يا أحلى متابعين في قناتكم ميري ستوريز. هنقدم لكم أحلى القصص، وعشان كده يا حبايبي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا نبدأ. بتحكي صاحبة القصة وبتقول: أنا اسمي مروة، متجوزة وعندي 25 سنة وعايشة في بيت عيلة. أنا وجوزي لينا شقة، وحماية محمود له شقته. من وقت ما اتجوزت وأنا وجوزي متعودين مع بعض إننا نعمل العلاقة كل يوم. كنت بحبه قوي، وهو كمان كان بيحب مني الحاجات دي جدا. بصراحة كان مهنيني ومدلعني ومتعني على الآخر، وكنت بحس إنه بيشتاق لي قوي وهو في الشغل. لما كان بيخلص شغله كان بيرجع جري، وأول ما يدخل يقول لي: جاهزة؟ أقول له: جاهزة يا حبيبي. وكنا ندخل الأوضة مع بعض ونعمل علاقة حلوة قوي. كان بيدلعني قوي قوي، وأنا كنت بحبه جدا، وهو كمان كان بيموت فيا. من أول ما اتجوزني كان بيقولي: لما أطلب منك الحاجات دي ما تقوليليش لأ، وعايزك دايما لما أرجع من الشغل تكوني جاهزة ومستنياني. وأنا كنت بقوله: ماشي يا حبيبي، وأنا كمان ما أقدرش على بعدك. كنت بحبه قوي، واتعودت على الحاجات دي منه. لما كان بيجيله سفريات بسبب الشغل كنت بقوله ما تغيبش عليا، وكان بيسمع كلامي ويسافر الصبح بدري ويرجع بالليل في نفس اليوم، عشان كان عارف إني ما أقدرش استغنى عنه أبداً. وهو كمان ما كانش بيصبر على بعدي عشان موضوع العلاقة الحلوة اللي كنا بنعملها كل يوم. كنا واخدين قوي على الوضع ده ومبسوطين مع بعض جداً. وفي يوم كده جوزي جات له سفرية شهرين بره البلد خالص. بصراحة زعلت منه قوي إنه وافق، وقلت له: لأ، ما تسافرش، أنا ما أقدرش أستغنى عنك، وإنت عارف بسبب إيه. أنا ما أقدرش أبعد عنك ومش عايزاك تبعد عني أبداً. جوزي قال لي: معلش، لازم أسافر عشان أقدر أجيب لك كل حاجة، وعشان يعني كل اللي بتتمنيه يجيلك وما يبقاش نفسك في حاجة أبداً. قلت له: ماشي، بس خدني معاك ونعيش سوا، وهعمل لك كل اللي انت عاوزه. قال لي: ما ينفعش، الشغل اللي أنا رايحه هبقى طول النهار فيه، وهبقى مشغول قوي، وبالليل كمان هرجع متأخر وأنام متأخر. مش هتقدري تقعدي لوحدك أوقات طويلة كده، فخليكي هنا في البيت مع أبويا عشان تشوفي طلباته وتاخدي بالك منه. معلش استحملي شوية النت ويعدي اليوم على كده. مع الوقت كنت باخد بالي إن حماية بيجي عليه وقت ويدخل الأوضة ويقفل على نفسه. في الوقت ده كنت مشغولة شوية في شغل البيت، فما كنتش عارفة هو بيعمل إيه بالظبط، لغاية في يوم وأنا معدية جنب باب الأوضة سمعت صوت طالع من جوه. بقيت مستغربة، مش عارفة إيه الصوت ده. ولما قربت ودني من الباب سمعت صوت طالع من الموبايل، يعني معناه إن واحد وواحدة مع بعض. بصيت من خرم الباب لقيت حماية في وضع زي ما انتوا فاهمين، بيحاول يرتاح، ولقيته فاتح التليفون وبيتفرج على فيلم من إياهم. ولما بصيت على حماية بقيت مستغربة جدا، وقلت لنفسي: ياه، ده اللي عنده مش زي اللي عند ابنه خالص. ده حماية اللي عنده 50 سنة شكله كده أجمد من ابنه الشاب الصغير، مع إنه راجل كبير. وكنت بقول يمكن الوحدة والحرمان خلوه ما بقاش يفكر في الحاجات دي عشان مراته متوفية من زمان. بس أنا بعد اللي شفته ده حسيته إنه أصلاً جامد، وكمان اللي بيشوفه ما بيديلوش سنه خالص. الناس دايماً بتفتكره أصغر من 50 سنة. فضلت أتفرج عليه من ورا الباب، ولما كنت ببص عليه من خرم الباب كنت بتخيله إنه معايا، وكنت بحب قوي اللي أنا شايفاه ده، وكنت بحس إني نفسي أتعامل معاه وكده. بس كنت بقول لنفسي: لأ طبعاً، ما ينفعش. وفي يوم وأنا قاعدة بتفرج على الشاشة مع حماية لقيته قايم عشان يدخل الأوضة ويقفل على نفسه. قلت له: أنت رايح فين؟ قال لي: هدخل الأوضة ريح شوية. قلت له: خليك قاعد معايا. قال لي: لأ، أنا بحب أدخل الأوضة أقعد مع نفسي شوية. قلت له: ماشي براحتك، على فكرة أنا سمعتك. فهو اتكسف وقال لي: إيه؟ سمعتي إيه؟ قلت له: أيوة سمعتك يعني وإنت كده. فهو بص في الأرض ومردش. قلت له: مش مشكلة، ما أنت كتر خيرك برضو، أنت راجل محروم من المواضيع دي من زمان عشان مراتك متوفية من سنين، الله يكون في عونك يعني. فهو سكت ومردش ودخل الأوضة يعمل زي ما بيعمل. مع الوقت بقينا نقرب من بعض أكتر، ولقيت في معظم الأوقات إن حماية ما بقاش يدخل الأوضة كتير، وبقى يقعد معايا وأنا بنظف في الشقة وبعمل اللي ورايا، وبنقعد مع بعض نتفرج على التلفزيون ونتعشى سوا. أنا مع الوقت ما بقيتش أتكسف من حماية خالص، وبقيت ألبس بيجامات صيفي خفيفة كده وحاجات من اللي الستات بيلبسوها في البيت لما يكونوا قاعدين لوحدهم أو مع أجوازهم. ما بقيتش ألبس لبس مقفل زي الأول، كنت بحس إن أنا عايزة أبقى براحتي وعادي،
وكمان كنت بحس إن اللبس ده بيحسسني بقوتي وبحس إني واحدة ست. ومع الوقت حسيت إن حماية بيبص عليا وبقيت فرحانة بنفسي وباللبس اللي بلبسه قدامه ده. لكن في يوم لقيته بيبص عليا جامد قوي وعينيه كانت بتاكلني أكل. بقيت مستغربة من بصته دي وفي نفس الوقت مبسوطة بيها شوية، وما حبيتش أبين له إني فاهمة وعدتها. لكن في نفس اليوم دخلت أوضتي بعد ما خلصت شغل البيت وقلت أريح شوية. ولما كنت في الأوضة حسيت إن جوزي وحشني قوي، وقعدت أحاول مع نفسي. كنت بفتكر جوزي حبيبي والأوقات الحلوة اللي كنت بقضيها معاه. وبعدين حماية ندى عليا من بره، وأنا سمعته بس بصراحة ما كنتش عايزة أرد عشان كنت مندمجة قوي في اللي بعمله مع نفسي. طنشته وما ردتش. فجأة لقيت حماية جه وفتح عليا باب الأوضة ودخل وأنا في الوضع ده. ما لحقتش خالص ألبس هدومي أو أغطي نفسي بأي حاجة. وقال لي: إيه يا بنتي، مش بنادي عليكي؟ قلت له كنت هلبس وجاية. فراح قرب مني وقال لي: لا، خليكي زي ما انتي. ايه الحلاوة اللي انتي فيها دي كلها؟ وراح مقرب مني. وبصراحة ما قدرتش أقاومه خالص، وحصل ما بيننا كل حاجة. حسيت إن حماية واخد في اليوم ده حباية من اللي بتخلي الرجال عندهم طاقة، عشان هو خلاني بقيت متفرهدة خالص. مش عارفة إزاي أنا سلمتله بالشكل ده. قلت لنفسي: ياه، الراجل اللي عنده 50 سنة يطلع أجمد من ابنه الصغير. وبعدين بقيت أنا وحماية كده مع بعض على طول، عايشين في البيت بالشكل ده. حسيت مع الوقت إني بقيت أنسى جوزي وأنسى حبنا واللي كنا بنعمله مع بعض كمان. حماية اعترف لي إنه بيحبني قوي، وقال لي إنه ما بقاش يقدر يستغنى عني خالص. وأنا كمان قلت له إني حبيته، وتقريبا نسيت جوزي. بس بقولها كده مش من جوايا قوي، لأني برضو كنت بحب جوزي أساسا، وأوقات كتير بحس إنه بيوحشني. بعد ما عدى الشهرين كنت كل ما أكلم جوزي في التليفون أقوله: تعالى بقى، كفاية سفر، تعالى عيش معانا هنا تاني واشتغل جنبنا، انت بتوحشني واللي بيحصل ده ما ينفعش. فهو كان يقول لي: اسبوع هبعتلك فلوس كل أسبوع عشان تجيبي اللي نفسك فيه. معلش، هفضل مسافر شهرين كمان واشتغل عشان الفلوس تبقى معانا كتير. وأنا كنت بقوله: لأ، أنت بتوحشني وعايزاك تيجي. بس هو ما كانش بيسمع الكلام. وحماية طبعا كان مبسوط إن ابنه مسافر كل الوقت ده عشان كان بيعمل كل اللي هو عايزه معايا. لكن أنا مع الوقت حسيت إني غلطانة قوي، وحسيت إني قرفانة من نفسي خالص، وحسيت بالذنب ناحية جوزي. وقلت لنفسي إن اللي بيحصل ده لازم يتغير وما ينفعش يستمر. وقررت إني أتكلم مع حماية وأقوله إن اللي بيحصل ده مش هعمله تاني أبداً، ولازم الموضوع ده يقف. ولو حماية قال لأ وإننا لازم نفضل كده، هقوله: لأ، مش هينفع، وهحاول إني أتطلق. وكمان هتكلم مع جوزي